تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة السويس رول. اي حد بعد الفيديو ده يقدر يقوم يعمل سويس رول في البيت ينافس بيه المحلات. عايزة اقول لكم مكوناته سهلة جدا وموجودة في كل بيت، وبجد بجد ده السهل الممتنع. يعني هتخلصي الفيديو من هنا وتقدري تقومي تعمليه بكل احترافية وسهولة. ولو اول مرة تشوفيني، انا اسمي نرمين ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لي فولو ولايك لو عجبتك الوصفة. يلا نشوف مع بعض المكونات وهنعمله ازاي. عندي اول حاجة 4 بياض بيض، 180 جرام تقريبا، يعني 4 بياض بيض لو هما كبار و5 بياض بيض لو هما صغيرين. وهنحط عليهم رشة ملح و3 معالق كبار سكر. اول ما يعملوا معانا الفوم اللي انتوا شايفينه ده هننزل ب3 معالق كبار سكر بما يعادل 70 جرام. انا ليه بقول بالجرامات؟ عشان الحلويات دايما لازم تكون المقادير فيها مظبوطة ومتقاسة على الميزان، يعني لازم يكون عندك ميزان كده صغير في البيت خاصة للحلويات. شايفين هيقلب معايا كده مارينج. اول ما يبقى قوامه متماسك وعامل منقار كده، يعني ارفع كده المضرب بتاعي الاقيه عامل منقار، يبقى هو كده تمام. عندي بقى هنا ايه في البولة اللي انا ضفت عليه المارينج. دايما لما اوقف الكاميرا عشان اجيب اي حاجة او اضيف اي حاجة انسى ارجع اشغلها تاني، بس ولا يهمنا، هقولكوا انا حطيت ايه. عندنا هنا في الخليط اللي قدامكوا ده 90 جرام لبن و25 جرام زيت، وعليهم معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة فانيليا، وبعدين بضربهم كده بالمضرب وبنخل عليهم 80 جرام دقيق وهقلبهم كده كويس. هحط المرنج كده معلقة معلقة وهقلبهم من غير ما اطلع الهواء اللي انا دخلته في المرنج، هقلب كده بالراحة. وبعدين عندي في صينية هحط عليها ورقة زبدة وهنزل بالخليط بتاعي وهدخله على فرن درجة حرارته 170 درجة، محقق درجة الحرارة يعني مسخناه من قبلها ب10 دقايق. هحطها تقريبا هتاخد من 15 ل20 دقيقة. هختبرها كده بعود الخلة، لو طلعت نضيفة تمام، لو لسه مش نضيفة هسيبها كمان 5 دقايق. عندي بقى هنا ورقة الزبدة هحطها كده على وش السويس رول، وهشيل كده بالراحة ورقة الزبدة اللي انا حطاها من تحت. ايه بقى فايدة ورقة الزبدة اللي انا حطيتها على وش السويس رول دي؟ هتشيل معايا كل زفارة البيض بكل سهولة من غير ما اقشر الوش بالسكينة ولا اي حاجة. شايفين ده بقى كل الزفارة اللي احنا مش عايزينها، خلاص اتخلصنا منها بورقة الزبدة. عندي بقى هنا هفرد ده كريم شانتيه ضرباه بماء مثلج، او انت ممكن تضربيه بلبن مثلج عادي زي ما تحبي، ولو حابة تضيفي سكر عليه تضيفي، مش عايزة تمام برضو. هحط كده هفرده وبعدين بقى هرول السويس رول. شايفين بالراحة كده خالص. اسهل طريقة للفه ان انت تفردي ورقة الزبدة كده وتلفي بيها، هتلفي بيها وتشدي زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، هتعملي رول وتشدي ورقة الزبدة كده عشان ما تتلفش معاكي بالظبط كده لنهاية السويس رول، وهتسيبيها في نفس الورقة وتقفلي عليها من الطرفين وتدخليها الفريزر لمدة 2 ساعات. ليه؟ عشان تطلع متماسكة معايا. شايفين متماسكة ازاي؟ واقدر افرد عليها السويس رول واقطعها من غير ما تتبهدل معايا. انا هنا بقى هزينها بباقي كريم شانتيه اللي انا حشيته بيها. انا هنا عاملاها فانيليا بس، تطلع بيضة كده جميلة قوي والاولاد هيفرحوا بيها، وطعمها حقيقي احلى من بتاعة بره بجد، من غير مبالغة مش هتفرقوها عن بتاعة بره. هساوي كده الكريم شانتيه، هسويه كده كويس لحد ما يتسوى كله معايا، ودي بالفرشة كده هعمل خطوط كتزيين، يعني هنخلي التزيين بسيط جدا مش هيبقى معقد. ودول شوية جوز هند عشان يبقى كله ابيض فابيض كده. وهنقطع بقى، هنشيل الاطراف. ونصيحة ما تاكلوهاش غير ساقعة، يعني تسيبوها اقل شيء. الحلويات لما بتبات في التلاجة، لما بتكوني لسه عاملاها وتبيتيها في التلاجة بتطلع طعمها تاني يوم خرافة، احلى بكتير من انك تخلصيها وتاكليها على طول. لا، دخليها التلاجة كده ولو مستعجلة عليها على الاقل 6 ساعات. وخلاص كده خلصنا السويس رول وبألف هنا.